اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين مع انخفاض الأيام. ساعات على رمضان. النهاردة التلات. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الأيام بألف خير وبصحة وسلامة دايما يا رب. المفترض كده إن رؤية الهلال هتكون النهاردة بعد المغرب، اللي هي دار الإفتاء، يعني هيعلنوا إذا كان رمضان بكرة الأربع أو الخميس. كل سنة وانتم طيبين. ومعلش بقى الفترة اللي فاتت ما كنتش متواجدة معاكم. آه الحمد لله، يعني كان عندي ظروف كده وما كنتش ببقى متواجدة في شقتي طول الوقت زي الوقت يعني. تمام. فقلت كده ايه النهاردة كده هعمل شوية قرص. آه واسيبهم كده يخمروا براحتهم على ما نشوف. رمضان هيكون بكرة او بعد بكرة، مش هيكون منها ضرر، هتكون حلوة للسحور. وأول نفحات رمضان كده إن شاء الله تظهر معانا في شقتنا. أنا طبعا فرست وعملت كل حاجة لرمضان. هتشوفوها معايا الفيديو اللي ورا ده على طول، هوريكم أنا عملت إيه. لكن أنا ما كنتش بصور يا جماعة، أنا كنت بعمل حاجة وبمشي كده يعني، لكن ما كنتش مستقرة هنا. دلوقتي أنا معايا 2 كيلو من الدقيق، نخلاهم كويس جدا، ومعايا ذرة من الملح اهو، وذرة سكر، وهنا كيس خميرة، ومعايا لبن هنا للعجن. تقدري تعجني بمية او تقدري تعجني بلبن، انا عندي متوفر لبن هعجن بيه. وظرف خميرة واحد. ممكن تشوفوا ان هو قليل على العجين، يعني محتاجة خميرة اكتر من كده لاننا احنا في الشتاء يعني والجو بارد. بس انا مش مستعجلة عليها، علشان كده حطيت لها ظرف واحد وهي تخمر براحتها، ومش مستعجلة عليها يعني. تمام. هنقلب كده كل المواد الجافة مع بعض، وهنحط اللبن بحرارة الغرفة، انا مش مسخناه. ومعايا سمنة بلدي، لما هاجي استعملها سيحها واوريها لكم اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده. اللي وصل معايا لحد هنا كده بمناسبة رمضان إن شاء الله ينعاد علينا الشهر بألف خير. متنسوش اللايك يا جماعة، وشدوا حيلكم معايا كده، اللي مش مشترك معايا في القناة يشترك معانا. دي تاني رمضان ليا على القناة. رمضان اللي فات وده التاني. دمنا في حياة بعض كده يا رب، أحلى اخوات وبالمحبة وبالحاجة الكويسة طبعا في بيوت بعض. يلا نعجن العجين ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى يا جماعة أنا سيحت أهو 3 معالق من السمنة البلدي زي ما انتم شايفين، اللي أنا كنت عاملاها معاكم في فيديو من الفيديوهات من فترة يعني. سيحتها أهو، حطيتها على عجين. ونسيت أقول لكم يا جماعة، أنا كنت حطيت خل علشان خاطر ينفش كده ويخلي العجينة حلو. تمام. لو حابين تحطوا بيكنج باودر حطوا، مش حابين عادي. تمام. اهو هكمل بقى عجين ونشوف للاخر العجينه رايحه فين. انا استخدمت الدقيق اللي هو دقيق الكوثر. انت تقدري تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات، او اللي هو للمخبوزات. وكده يا جماعه دي شكل القرص بتاعتنا اهي بعد ما خمرت، وقرصتها كده حطيتها على صينية هنا، بلتها بالزيت زي ما انتوا شايفين اهو، وقرصتها كده زي ما انتوا شايفين كرات كده علشان ترتفع. ولما ارتفعت كده سبتها نص ساعة، وحطيت عليها فوطة مبلولة أو قماشة أو أي حاجة عندكم. بنفردها كده في الصينية، طبعا الصينية مدهونة زيت. تمام. عملت الكمية دي كده، وفي دور في الفرن لسه ما طلعتوش يعني. جهزت دي كده عشان تدخل ورا اللي في الفرن على طول. الفرن بتاعي بياخد صينية بصينية، وطلعت كده حبة على صينية دول اهي. تمام. الصينية دي كانت ملانة، وهنا كده في الصحن برضو لسه، واحنا اهو مع بعض اهون.
طبعا دلوقتي احنا بالليل بعد العشاء، وانا كنت عجناها وسبتها تخمر براحتها خالص. كنا بعد اذان العصر. والله المستعان بقى يا جماعة، لو مستعجلة عليها تقدري كنت تدفي اللبن وتعجنيها وتحط لها كمان معلقة خميرة او كمان ظرف لو انت مستعجلة عليها قوي. لكن انا زي ما قلت لكم مش مستعجلة عليها يعني ولا حاجة. وكمان تقدروا تحطوا هي بتتعجن سمسم او حبة البركة او شمر او اي حاجة انتوا تحبوها من المنكهات. لكن انا اكتفيت بها كده سادة. وحطيت كمان ظرفين فانيليا. بس نسيت اقول لكم على المقادير يعني وانا حطيتها. تمام. يلا بقى نشوف اللي في الفرن وما تطلع كده، ونشوف الكمية بعد ما نخلصها ونشوف ايه تاني. دلوقتي كده يا جماعة بعد ما خلصنا كده القرص وخلصت الكمية كلها طبعا. بسم الله. حطيتهم كده في البستيلية دي. هي نضيفة مفيش فيها اي حاجة خالص. حطيتها في فوطة كده، فوطة مطبخ اهي. بسم الله. علشان تفضل طرية. انا ما حطيتش اي حاجة خالص على الوش. لا بيض، لا بياض بيض ولا لبن ولا نسكافيه ولا اي حاجة خالص. ده رباني كده زي ما كان ستي وامي وامكم بيعملوا زمان بالشكل الطبيعي دون اهو. ولا زيت ولا اي حاجة خالص. بس معلش، وفرن البوتاجاز بيخليها كده كام واحدة اللي على الوش دول اهو. اهو يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نفتح ونشوف. بس دول كده ايه كانوا رقيقين. بسم الله. شايفين؟ هي سخنة جدا مش قادرة امسكها. لو تلاحظوا الدخان طالع منها. وهي جميلة جدا ومفتحة. مش مكتومة وخفيفة. بس انا وسعتها شوية كام واحدة كده كانوا على الوش. آه يعني بحيث ان هي تكون مقرمشة اهو. واحدة مفتحة ومتهوية وناشفة. تعالوا نشوف واحدة تانية كده برضو. دي اهي اهي. بسم الله. لا مش مالكة اقطع بايد واحدة اهو يا جماعة. انا فصلت على ما قطعتها اهي. زي ما انتم شايفين انا كمرتها كده بالفوطة علشان تفضل سخنة اهي. وقلبها مفرغ وجميل جدا وهشة ومفرغة مش مكتومة.
ولا مكلتمة اهي. تقدري تحطي على الوش طبعا صفار بيضة او صفار بيضة، شوية لبن او شوية لبن ومعلقة نسكافيه اللي هي القهوة سريعة الذوبان، او اي نسكافيه تحبوه، هيديلها وش طبعا عن كده. لكن انا حبيت كده تبقى بالشكل الطبيعي زي ما انا متعودة عليها. كانوا زمان اهالينا بيعملوها كده وكانوا بيصفروها كده برضو بلاد برا، لكن الفرن اللي هو الغاز، الفرن الكبير طبعا بتكون حلوة عن كده. انا على طول بعملها كده في البوتاجاز وبتكون معايا بالشكل ده. تمام، انا هسيبها كده في الباستيليا دي لحد ما تبرد خالص، تاخد وقتها في البرودة. وبعدين هعبيها في اكياس كده، اخلي كمية على قد الولاد، علشان زي ما انتوا عارفين ان شاء الله كده، ان شاء الله من غير مقاطعة هنتسحر بكرة. فتبقى حاجة يعني محفزة ان الولاد يقوموا ويتسحروا، لان انا عندي ولاد هيصوموا، عندي البنات بيصوموا من السنة اللي فاتت وهيصوموا كمان السنة دي لحد العصر ان شاء الله كده. فان هم ولاد صغيرين مش زينا كبار هنقول لهم قوموا هيقوموا للسحور، فلازم ان احنا نحط لهم حاجات على السحور كده هم بيحبوها آه، بقدر الامكان، يعني في ظل الغلا اللي احنا فيه دون، علشان خاطر ان هم يقوموا يتعودوا على الصيام من وهم صغيرين. خصوصا ان رمضان كل سنة وانتم طيبين السنة دي جاي في الشتاء، فبيبقى اليوم الصحيان يعني هيكون غلس. غير الصيف الناس كلها بتفضل صاحية لحد ما بيسحروا ويصلوا ويناموا. ربنا يعيننا ان شاء الله على طاعة ربنا ويعينكم اجمعين، وكل سنة وانتم طيبين، ويهدي ولادنا وولادكم اجمعين، وربنا يتقبل منا صالح الاعمال، وربنا يجعله شهر كريم مفترج بالخير والستر والصحة والعافية في جميع بيوتنا وبيوت العالمين يا رب العالمين. وربنا ما يكشف ستره علينا ولا على أي حد يا رب، وربنا يكرمنا كده في الشهر ده ويكتب لنا فرحة تبكي لها العيون من شدة الفرح يا رب. وربنا يبعد عنا فوجع الأقدار. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كاملين غير ناقصين يا رب العالمين. يلا يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا كده متنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا جماعة الخير، عشان القناة دي تكبر كده وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير. أنا كده هسيبها زي ما انتم شايفين كده لحد ما تبرد وتاخد كفايتها في البرودة. هعبيها في أكياس كده على قدنا، وهحتفظ بيها في الفريزر، وهنشوفها مع بعض في الفيديوهات الجاية. وإن شاء الله كده هنعمل برضو معجنات واحدة واحدة كده وحاجات، وعشان خاطر الولاد في ظل الغلا اللي احنا فيه دون. الولاد طبعا ملهمش ذنب وما يعرفوش يعني ايه غلا، اللي هم يعرفون اما عايزين حاجة تبقى موجودة. وربنا يكون معانا كده وربنا يجعل كل بيت مستور بستر ربنا ويهدي ولادنا وولاد الجميع يا رب. بس كده يا جماعة القرص اهي بعد ما بردت خالص زي ما انتم شايفين كده، عبيتها في الكيس اللي كانت موجودة عندي عبيتها فيهم اهي. وبعد ما الولاد كلوا طبعا هحطهم كده في الفريزر كل يوم ويوم او مرتين في الاسبوع اطلع لهم كيس كده للسحور، بحيث ان هم برضو ان هم يقوموا ويتسحروا. تمام. القرص اهي يا جماعة بألف هنا وشفا طبعا على اللي شاف، وبألف هنا وشفا على اللي كال. يا رب تعملوا في الفرح والسعادة يا رب. برضو لو عايزين تعملوها وتضيفوها في شنط رمضان، اللي بيعمل شنط رمضان. انا السنة اللي فاتت كنت عاملة لكن السنة دي لسه مش عارفة والله. ربنا يعيننا ويعينكم في طاعته ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يلا يا جماعة كده نهاية الفيديو. أنا كنت هعمل حاجات تانية يعني بالفيديو، بس خليته مختصر كده على قد القرص من الأول للآخر. أتمنى الفيديو يعجبكم وتشوفوه
وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة دايما يا رب. مع السلامة.